السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة تانية ثانوي. أهلا بيكم النهاردة في حل هومورك أول درس من شابتر 4 اللي اتكلمنا فيه عن الدينستي، واللي خدنا فيه قوانين الدينستي. إن الدينستي equals mass divided volume. طبعا عارفين الفوليوم عندنا لو سفير بيبقى 4 over 3 باي r باور 3، لو سلندر كانت باي r سكوير تايمز height، ولو كانت كيوب كانت لينس باي لينس باي لينس اللي هي ال باور 3، او كيوبويد كانت لينس باي ويدث باي هايت. وخدنا كمان قانون الريلاتيف density، وقلنا الريلاتيف density equals density of substance divided density of water at the same temperature. وبعدين قلنا ان احنا ممكن نقول mass of certain volume of substance divided the mass of the same volume of water. وقلنا دي طبعا كانت يونت ليس او ملهاش measuring unit غير الدنستي اللي استخدمنا لها كيلو جرام بير كيوبيك متر او جرام بير كيوبيك سنتيمتر، وشوفنا ازاي بنحول ما بين الاتنين. طيب تعالى مع بعض بقى نشوف المسائل اللي كانت عندنا النهارده في اول هومورك من شابتر 4 او هومورك اللي كان عندنا على درس الدنستي. عندنا السؤال الاولاني كان بيقول لي choose the opposite graph shows the relation between mass and volume for number of glass plates. مديني relation ما بين الماس على الواي اكسس والفوليوم على الاكس اكسس. طبعا زي ما احنا متعودين السلوب equal change on y axis اللي هو change in mass divided change على الاكس اكسس اللي هو change بتاع الفوليوم، يعني mass divided volume اللي هو الدنستي. يبقى اكتشفنا كده ان السلوب equals density. فبيقول لي if the density of water equals 1000 كيلوغرام بير كيوبيك متر، عايز الريلاتيف density بتاعت السبستانس بتاعتي او بتاعت الجلاس بليتس بتاعتي. طيب طالما السلوب بتاعي بيجيب الدنستي يبقى نجيب الاول الدنستي من السلوب equals طبعا زي ما احنا متعودين الاخير ماينس الاولاني 25 ماينس 0 divided نفس الكلام على الاكس اكسس 10 ماينس 0 يبقى 25 divided 10 اللي هي 2.5. واليونتس الماس هنا بالجرام والفوليوم بكيوبيك سنتيمتر يبقى جرام بير كيوبيك سنتيمتر. عشان نجيب بقى الريلاتيف density equals density of substance divided density of water. بس انا عندي هنا الدنستي احنا مطلعينها جرام بير كيوبيك سنتيمتر، ممكن نحولها لكيلو جرام بير كيوبيك سنتيمتر اعملها تايمز 1000، او ممكن احنا نحول الدنستي بتاعت الووتر اسهل للكيلو جرام بير كيوبيك متر نحولها للجرام بير كيوبيك سنتيمتر، هنعملها divided 1000 فهتطلع معانا 1 زي ما احنا عارفين. يبقى 2.5 divided 1 اللي هي 2.5 اللي هي نمبر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. كان بيقول لي في question number 2 the opposite figure is the relative density of liquid y 0.8. يعني مديني الريلاتيف density بتاع الليكويد y ب 0.8. عايز الريشيو ما بين الماس بتاع الووتر in the container 1 and the mass of liquid in container y. طيب انا شايف الفوليوم هنا فوليوم واحد وهنا 2 فوليوم، وهنا الريلاتيف density 0.8. هي اصلا الريلاتيف density بتساوي density of substance اللي هو الاويل divided density of water. وزي ما احنا قلنا density equals mass divided volume. يعني انا لو عايز اجيب الماس هلاقيها density times volume، يعني الماس دايركت مع الدنستي وكمان دايركت مع الفوليوم. يعني انا لو عايز اجيب الريشيو ما بين الليكويد اللي في الكونتينر X اللي هو الووتر ديفايدد الليكويد اللي في الكونتينر التاني اللي هو الواي، هلاقيها بتساوي دايركت مع الدنستي، يعني رو ووتر اوفر رو اويل اللي هو واي، وبرضه دايركت مع الفوليوم يعني فوليوم ووتر اوفر فوليوم اويل اللي هو واي. هو هنا مدينا الريلاتيف density كان مدينا ب 0.8 ودي المفروض اويل على ووتر. طيب بس انا عايز ووتر على اويل يبقى 1 اوفر 0.8. هاخد الريسيبروكال الفوليوم ووتر من الرسمة 2 فوليوم، الفوليوم التاني 1 فوليوم. طبعا فوليوم هتروح مع الفوليوم يبقى 2 divided 0.8. هنحسبها على الكالكوليتور
اللي هي طلعت ب 2.5. لو عملناها fraction هتطلع 5 over دي اللي هي الإجابة عندي نمبر C. السؤال اللي بعدها بيقول لي number 3 the graph represents the relation between the masses of solid iron pieces and their density at constant temperature. انهي جراف فيهم هو اللي هيطلع صح؟ هو اللي في المسألة ان كلهم iron pieces يعني نفس الماتيريال او نفس المادة. خلاص طالما نفس المادة مهما اختلف الماس مهما اختلف الفوليوم اتفقنا ان كلهم هيكون ليهم نفس الدنستي. عشان كده فعلا هختار الجراف نمبر سي ان انا عندي الدنستي كونستانت لكل الكور اللي موجودة مهما اختلف الماس بتاعتهم مهما اختلفت الفوليوم مهما اختلف شكلهم. قلنا الدنستي مش هتختلف طالما كلهم من نفس الماتيريال. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي فوليوم VOL أو فوليوم واحد لماتيريال is rho الدنستي بتاعتها rho is poured in cylindrical vessel if another quantity of the same liquid يعني نفس الدنستي بس الفوليوم بتاعه 2 فوليوم added to the vessel so the density of liquid. حطيت liquid لتر مثلا ميه او الاول كان الفوليوم 1 فوليوم اللي هو لتر ميه وبعدين رحت جايب نفس الميه حاطط 2 لتر تاني. هل هتختلف الدنسي عشان زودت او قللت كمية الميه؟ طالما هنا ميه وهنا ميه نفس الليكويد ونفس الليكويد يبقى اكيد الدنسي بتاعتي مش هتختلف فهتفضل هي رو. عشان كده هنختار الاجابة نمبر بي. تعال نشوف السؤال اللي بعدها. السؤال نمبر 5 بيقول لي the diagram shows an experiment find the density of liquid. عايز يجيب الدنستي بتاعت الليكويد. طبعا الدنستي احنا قلنا mass over volume. الميزان لما ما كانش فيه ليكويد كان قايس 200 جرامز انما لما حطيت الليكويد بقى قاري 220 جرامز. معنى كده ان الماس بتاعت الليكويد 220 minus 200 اللي هي 20 جرامز. الليكويد عندي السلندر كانت فاضية لما صبيت الليكويد وصلت ل 25 يبقى divided 25 يبقى هتطلع فعلا 20 over 25 يبقى كده 0.8 طبعا جرام بير كيوبيك سنتيمتر عشان احنا عارفين ان الميجرنج سلندر بتقرا بالكيوبيك سنتيمتر فتطلع فعلا الإجابة نمبر سي. السؤال اللي بعدها نمبر 6 بيقول لي the opposite figure shows the dimensions of solid cubes. واحد اللينس بتاعه L وواحد اللينس بتاعه 2L made of copper يعني الاتنين مصنوعين من نفس الماتيريال يبقى نفس الدنستي. the weight of cube 1 is W. عايز الويت of cube 2. طبعا الريشيو ما بين الويت هو الويت equals mass times gravity acceleration. بما ان gravity acceleration constant يبقى كل ما يزيد الماس الويت بيزيد يعني كده دايركت ريليشن ما بين الويت والماس يعني نفس الريشيو بتاعت الماس هي هتبقى الريشيو بتاعت الويت. طب من قانون الدنستي المفروض الماس equal density times volume. هو قال لي الاتنين مصنوعين من الكبر يعني برضو نفس الدنستي يبقى كده الفوليوم دايركت مع الماس يبقى الويت دايركت مع الماس دايركت مع الفوليوم. يبقى انا معايا الكيوب الاولاني هسميه W1 اللي هو قايل لي الويت بتاعه اسمه W over W2 المفروض يساوي فوليوم 1 over فوليوم 2. طبعا الويت الاولاني قلنا W الويت التاني هو اللي انا عايزه equals الفوليوم الاولاني احنا لسه قايلين الكيوب يعني لينث تايمز لينث تايمز لينث ال باور 3 انما الكيوب التاني 2 لينث تايمز 2 لينث تايمز 2 لينث اللي هي 2L all باور 3. طبعا الإلات هتروح مع بعض هحسبها على الكالكوليتر عندي شيفت سولف او لو عايز تعمل كروس مالتيبليكيشن على طول هتقدر تعمل. طبعا الدبليو هسميها 1 الفاريبل اللي انا عايز احسبه هنسميه اكس او هنسميه واي زي ما انت عايز تسميه على الكالكوليتر سميه. طبعا طيرنا كل اللي فوق مع بعض فبقى التوتال كده ب1 وتحت 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي ال 8 فتلاقي الاكس عندك طلعت ب 8 يبقى ال W2 بتاعتي هتطلع كده equals 8 W قد ال W الويت الأولاني 8 مرات. تعال نشوف كده المسألة اللي بعدها. في نمبر 7 بيقول لي
The opposite graph shows the ratio between mass على الواي اكسس بس تايمز 10 باور نيجاتيف 2 والدنسيتي على الاكس اكسس بس خلي بالي برضو ان هي تايمز 10 باور 3 for the same volume of different material so the value of its volume. واخد كذا ماتيريال واخد ريليشن ما بين الماس والدنستي لنفس الفوليوم فعايز يجيب الفوليوم بتاع الماتيريالز دي. فانا لو بصيت للجراف قلنا السلوب بتاعي بيساوي change on y axis الواي اكسس بتاعي اللي هو الماس divided change on x axis اللي هو الدنستي وطبعا ماس اوفر density اللي هي الفوليوم. يبقى انا لو جبت السلوب انا كده جبت الفوليوم بتاعي على طول. فتعالى نحسب السلوب وخلي بالي زي ما اتفقنا السلوب تايمز 10 باور كام؟ يبقى السلوب الواي اكسس 10 ماينس 0 10 ماينس 0 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 والاكس اكسس 5 ماينس 0 تايمز 10 باور 3. احسبها على الكالكوليتور الاقيها 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 divided 5 times 10 باور 3. طبعا هلاقي الإجابة بتاعتي طلعت ب 2 times 10 باور نيجاتيف 5. هنا عندي اهي مكتوبة في الساينس مود 2 times 10 باور نيجاتيف 5 بس دي كده كيوبيك متر وفعلا الاختيارات عندي كلها كيوبيك سنتيمتر. عشان أحول من كيوبيك متر لكيوبيك سنتيمتر أحول من المتر للسنتي 10 باور 2 وعشان الكيوب يبقى all باور 3 اللي هي كده هتبقى كلها 10 باور 6. يبقى كده هعمل الانسر بتاعتي تايمز 10 باور 2 وبعدين all باور 3 عشان هي كيوبيك متر وكيوبيك سنتيمتر الاقيها فعلا طلعت معايا ب 20 بس كده المرة دي كيوبيك سنتيمتر. يبقى فعلا الإجابة بتاعتي طلعت نمبر بي. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي في problem number 9 the opposite four graduated cylinders each of them contains liquid whose volume and mass are labeled in the cylinder. يعني كاتب عليها الفوليوم والماس بتاعتها. طبعا الماس مكتوبة تحت السلندر والفوليوم أنا بقرأ الليكويدز اللي محطوطة في السلندر عندي. فبيقول لي if all the cylinders are at room temperature اللي هي 25 degrees Celsius so the two cylinders which contain the same liquid من السلندرز اللي فيهم نفس الليكويد. طبعا عشان اعرف السلندر اللي فيهم نفس الليكويد لازم يكون عندهم نفس الدنستي. فلو خدت بالي من اول سلندر الماس بتاعتها 80 جرامز والفوليوم اللي فيها برضو 80 يبقى 80 divided 80 يبقى نمبر A طلعت 80 divided 80 يعني 1 جرام بر كيوبيك سنتيمتر دي مية دي كده فريش ووتر. طيب نمبر بي بيقول لي هنا هلاقي الفوليوم 1000 والماس 80 يبقى 80 over 100 يعني 0.8 برضو جرام بير كيوبيك سنتيمتر. تعال نشوف الدنستي بتاعت نمبر سي. هنا 80 والماس 100 يبقى 100 divided 80 اللي هي طالعة ب 1.25. الأخيرة هلاقي الفوليوم 100 والماس برضو 100 يبقى 100 divided 100 يعني طلعت ب 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. فهلاقي فعلا نمبر دي زي نمبر A. يبقى A ودي هما اللي نفس الماتيريال اللي قلنا عليها فريش ووتر. طيب تعال نشوف المسألة اللي بعدها نمبر 10. بيقول لي if the density of a piece of ice x gram per liter and the density of water at 0 degrees Celsius is y gram per liter. So the change in the volume of the piece of ice of mass m when it melts. عايز التشينج بالفوليوم بتاع الايس. طبعا التشينج بناخد الاخير ماينس الاولاني هو كان ايس فبقى ووتر يعني المفروض يساوي فوليوم اوف ووتر ماينس فوليوم اوف ايس الاخير ماينس الاولاني. طيب الفوليوم اللي هو المفروض ماس اوفر density يعني ماس اوفر الدنستي بتاعت الووتر ماينس ماس اوفر الدنستي بتاعت الايس. هو قايل لي الدنستي بتاعت الووتر
واي، واي جرام بير لتر، يبقى ماس اوفر واي ماينس الدنستي بتاعت الايسو واي اللي اسمها اكس، يبقى ماس اوفر اكس. ممكن اخد الماس كومون، يعني ماس وبعدين 1 اوفر واي ماينس 1 اوفر اكس، اللي هي عندي الاجابة نمبر سي. يبقى ام كومون 1 اوفر واي ماينس 1 اوفر x. تعال نشوف المسألة نمبر 11. بيقول لي the opposite figure shows أو represents the graphical representation أو relation between group of masses of two materials. يعني مديني مادتين مختلفين اسمهم x و y، واخد ريشيو أو relation ما بين الماس والفوليوم على الإكس أكسس. طبعا زي ما احنا عارفين السلوب دوت ماس اوفر فوليوم، يبقى السلوب هنا density، يبقى الدنستي x ديفايدد density y يساوي السلوب x ديفايدد السلوب y. وعايز الريشيو دي، احنا زي ما احنا عارفين لما يكون مديني انجل فباخد تان الثيتا بتاعت الاكس، يبقى هو السلوب اكس ديفايدد تان ثيتا بتاعت السلوب واي، يبقى هي السلوب واي. طب تعالى نشوف الاكس عندي. طبعا احنا زي ما احنا عارفين بناخدها لغاية الاكس اكسس، يعني 15 بلس 30 يبقى 45، يعني tan 45 divided tan. طبعا زي ما احنا شايفين الواي هنا عاملة 30 بس، يبقى tan 45 divided tan 30 اللي هي روت 3. هنحسبها طبعا على الكالكوليتور. tan 45 divided tan 30 يعني اللي هي فعلا طلعت معانا بروت 3. طيب تعال نشوف المسألة اللي بعدها نمبر 12. بيقول لي the price of 1 gram of gold is 500 pounds. يعني سعر الجرام الواحد من الجولد 500 جنيه، طبعا أيام الرخص. يبقى ال 100 أو 1 gram of gold كام 500 pounds. Then the side length L of cube made of gold of 1 million pounds. يعني عايز يعرف لو أنا هصنع كيوب من الجولد سعره 1 مليون باوندز، يعني 10 باور 6 باوندز، ساعتها السايد لينث بتاعه هيبقى كام؟ طب ما انا عشان احسب الفوليوم هو قايل لي knowing that the density of gold 9 او 19.3 times 10 باور 3 كيلو جرام بير كيوبيك متر. هو دلوقتي مديني الدنستي بتاعت الجولد. عشان احسب السايد لينث انا لازم احسب الفوليوم الاول، وعشان اجيب الفوليوم بتاعي انا معايا الدينستي بس لسه مش عارف الماس بتاع الكيوب ده المفروض تكون كام. بس انا عارف ان ال1 جرام بيكلفوا 500 باوندز، وانا عايز اتكلف 1 مليون باوندز، فاحسب الماس الجديدة بالطريقة اللي احنا كنا بنستخدمها واحنا صغيرين، الكروس مالتيبليكيشن 1 times 10 باور 6 divided ال 500، يبقى 1 times 10 باور 6 divided 500. كده انا جبت الماس اللي انا عايز اشتغل عليها او الماس بتاع الكيوب بتاعتي. هحسبها طبعا على الكالكوليتور، يبقى 1 times 10 باور 6 divided 500 سعر الجرام الواحد، فهتطلع 2000 جرامز اللي هي 2 كيلو جرامز. يبقى انا عرفت ان انا المفروض الكيوب بتاعي يكون 2 كيلو جرامز. طيب تعالى بقى نحسب الفوليوم وبعدين نشوف هنحسب السايد لينث بتاعنا ازاي. المفروض كده الفوليوم equals mass over density، يعني المفروض ان هو بيساوي 2 divided الدنستي بتاعت الجولد 9.3 times 10 باور 3. يبقى انا هحسب الفوليوم بتاعي 2 divided 19.3 times 10 باور 3. فعرفت كده ان الفوليوم بتاعي equals 1 over 9650. طبعا ده كده الفوليوم بتاعي كيوبيك متر. يبقى ممكن كمان نكتبها اي ان جي عشان نكتبها times 10 باور نيجاتيف 4 في الساينس مود، يبقى equals فعلا 1.03 times 10 باور نيجاتيف 4. طيب انا كده حسبت الفوليوم بتاعي، بس انا عارف ان الشكل اللي انا عايز اعمله هو شكل كيوب. الفوليوم بتاع الكيوب المفروض ان هو ايكوالز ال باور 3. فانا عشان احسب اللينس بقى او السايد لينس اللي انا عايز احسبه، طبعا هاخد كيوبيك روت للفوليوم، يعني اللينس كده هيساوي كيوبيك روت للفوليوم اللي انا حسبته في الخطوة اللي فاتت. فهاخد على طول من الكالكوليتور الرقم اللي طلع لي، هقول كيوبيك روت
للأنسر equal يبقى cubic root answer equals طبعا الرقم طلع عندي اهو 0.040 approximately 47. ودي طبعا زي ما احنا عارفين احنا شغالين كده اليونت كانت كيوبيك متر، يعني اليونت بتاعتي كده متر، بس انا واخد بالي ان الاختيارات عندي كلها سنتيمتر. طبعا هعملها تايمز 10 باور 2 اللي هي 100، الاقي الاجابة بتاعتي طلعت ب 40، فنلاقي الإجابة بتاعتنا طلعت 4.7 اللي هي الأبروكسيميت بتاعها طبعا سنتيمتر، اللي هي الإجابة نمبر دي. طيب تعال نشوف البروبلم اللي بعدها نمبر 13. بيقول لي the opposite figure shows a container of mass M، يعني الكونتينر الماس بتاعته M contains quantity of mass M of liquid X، يعني هو دلوقتي فيه كمية من ليكويد اسمه X اللي لونه أزرق قدامي دوت، الماس بتاعته M whose relative density is 2، relative density بتاعته بيساوي 2، then quantity of mass M of liquid Y، جبت liquid تاني اسمه Y ونفس الماس برضو M added to the container but it doesn't mix with the liquid X، يعني الاتنين ما اختلطوش ببعض، يعني يا اما يطلع فوقيه لو الدنستي اقل او ينزل تحتيه لو الدنستي بتاعته اكتر. فبيقول لي bringing the free surface to the level C، وصل السيرفيس بتاع التو ليكويدز لغاية الليفل C، يعني الليفل الأولاني كان لغاية A كان الارتفاع بتاعه H، لما أحط الليكويد التاني التو ليكويدز هيوصلوا لغاية الارتفاع C، يبقى الليكويد التاني لوحده خد H و H، يبقى الليكويد التاني 2H. طبعا أنا عارف إن الفوليوم المفروض بيساوي بيز اريا تايمز هايت. طب ما أنا عندي الكونتينر الاريا بتاعته ثابتة كلها، يبقى الاريا كونستانت، كده الفوليوم بيعتمد على الهايت، كل ما الهايت يزيد الفوليوم بتاعي يزيد. طيب بيقول لي then the relative density of liquid Y equals كام؟ الريلاتيف density انا عارف ان هي بتساوي density of liquid او substance divided density بتاعت الووتر. طب ما هي density بتاعت الووتر constant، يبقى كده الريلاتيف density بتعتمد على density بتاعت الليكويد وبرضه direct relation. طيب الدنستي بتاعت الليكويد اصلا المفروض تساوي ماس اوفر فوليوم. طب ما انا عندي برضو الاتنين الماس بتاعتهم كونستانت، الاتنين الماس بتاعتهم اسمها ام، يبقى كده الريلاتيف او الدنستي بتاعت الليكويد انفرس ريليشن مع الفوليوم، يبقى الدنستي بتاعت الليكويد انفرس مع الفوليوم، والفوليوم احنا لسه قايلين دايركت مع الهايت، يبقى كده الريلاتيف او الدنسيتي بتاعت الليكويد هتبقى انفرس مع الهايت، وبرضو الدنسيتي بتاعت الليكويد كانت دايركت مع الريلاتيف دنسيتي، يبقى كده الريليشن ما بين الريلاتيف دنسيتي والهايت في الاخر خالص طلعت عندي ان هي انفرس ريليشن. تعالى بقى ناخد الريشيو بتاعتنا ونشوف الدنسيتي بتاعت الليكويد الجديد هتطلع بكام. يبقى الدنسيتي بتاعت الليكويد اكس divided الدنستي بتاعت الليكويد واي اللي هي الريلاتيف دنستي equals قلنا انفرس مع الهايت، يبقى هايت واي اوفر هايت اكس. طبعا الدنستي بتاعت الاكس كانت ب 2، الريلاتيف دنستي بتاعت الواي هي اللي انا عايزها، الهايت بتاع الواي 2، الهايت بتاع اكس كام 1، طبعا 2 اتش 1 اتش، الاتش كده كده هتروح مع الاتش طبعا، وهلاقي برضو 2 راحت مع 2، يبقى الريلاتيف density بتاع الليكويد y equals 1 اللي هي طبعا الفريش ووتر. تعال نشوف البروبلم اللي بعدها نمبر 14. بيقول لي two identical glasses x و y، يعني عندي كوبايتين شبه بعض بالظبط، واحدة اسمها x وواحدة اسمها y. بيقول لي each glass is placed on the scale as shown in the figure، الاتنين محطوطين على الميزان زي ما موجود قدامي في الشكل كده. the cup x contains volume of water volume، يعني الفوليوم بتاع الووتر ب 1، هنسميه مثلا 1 v او v، يبقى الفوليوم بتاع الووتر بيساوي v طبعا وباينه قدامي في الرسمه. its mass is 3 times the mass of the cup، يعني الماس بتاعت الووتر قد الماس بتاعت الكب 3 مرات، يعني لو الماس بتاعتي بتاعت الكب equals
لو انا عندي الكب بتاعتي او الكوبايه بتاعتي الماس بتاعتها هسميها ام سي بيساوي ام، يبقى الماس بتاعت الووتر اللي جواها ده 3 مرات يعني 3 ام. يبقى انا عندي كده هنا الميزان ده بيقرا ام وبيقرا 3 ام، يعني هيقرا 4 ام. and the cup Y contains liquid whose density أو relative density 3، يعني ال relative density بتاعت الليكويد Y اللي هي المفروض بتساوي ال density Y over density water، دي كده الريشيو دي بتساوي 3. بيقول لي and its volume is 2 over 3 volume، يعني الفوليوم بتاع ال Y المفروض equals 3 over أو 2 over 3 فوليوم اللي هو ال V. طيب عايز بقى the ratio between the reading of scale X to the reading of scale Y. طبعا احنا اتفقنا ان السكيل X هيقرا الكوباية بلس الووتر، نفس الكلام بالنسبة للواي هيقرا الكوباية اللي هي المفروض برضو ايدنتيكال، يعني يا اما برضو بلس الماس واي. يبقى انا اللي ناقصني هنا الماس بتاعت الليكويد واي. طب انا معايا الريلاتيف دنسيتي بتاعت الليكويد واي، ريشيو ما بين الدنسيتي بتاعت الليكويد والووتر اللي موجود في الكوب التاني او الكوبايه التانيه، وانا عارف ان قانون الدنسيتي equals mass over volume، يعني دايركت مع الماس انفرس مع الفوليوم. خلاص وانا معايا الريشيو اصلا بتاعت الدنسيتي، يعني الدنسيتي y over density water المفروض بيساوي دايركت مع الماس، يعني ماس y over mass water times inverse مع الفوليوم، يعني v water divided v y. تعال نحط الأرقام اللي معانا. المفروض ال relative density equals 3، الماس y هي اللي أنا عايز أحسبها، الماس water اتفقنا هنسميناها 3m times الفوليوم water اللي هو v، الفوليوم y 2 over 3 v. طبعا هنطير ال v مع ال v وال y، الام بتاعتي او الواي بتاعتي هنعرف دلوقتي كام ام، هنحسبها على الكالكوليتور عادي، هنعملها شيفت سولف يبقى 3 equals ماس اكس اللي انا عايزها اللي هي او الماس واي هسميها هنا variable x، الماس ووتر قلنا ب 3 تايمز، عكسنا الترتيب بتاع الفوليوم عشان inverse relation 1 divided 2 over 3، يبقى الماس واي بتاعتي كده هتطلع ب 6 ام. خلاص طلعت الماس بتاعت الواي، اقدر بقى اجيب القرايه بتاعت السكيل اكس ديفايدد القرايه بتاعت السكيل واي. احنا اتفقنا السكيل اكس بيقرا الميه 3 ام بلس الكب ام بس، والليكويد او السكيل واي بيقرا الليكويد اللي احنا طلعناه 6 ام بلس برضو الكب اللي هي المفروض ام بس. يبقى كده 4 ام divided 7 ام، 6 بلس 1 ب 7، الام طبعا هتروح مع الام يبقى عندي 4 اوفر 7 اللي هي الاجابه عندي نمبر دي. يبقى خلي بالي في المساله دي ان احنا الميزان بيقرا الكوبايه بلس الليكويد اللي موجود جوه الكوبايه. تعال نشوف المساله اللي بعديها نمبر 15. بيقول لي فوليوم اوف 1 كيوبيك متر، مديني الفوليوم والدنستي بتاعته 10 باور 3، يبقى مديني كمان الرو او الدنستي بتاعتي طبعا 1 باور 3 او 10 باور 3 اللي هي 1000 الدنسيتي بتاعت الووتر at 4 degrees Celsius when it's freeze. لما اتجمدت الدنسيتي بتاعتها 917 كيلو جرام بالكيوبيك متر، لما اتحولت لايس بقت الدنسيتي طبعا اقل زي ما احنا عارفين at 0 degrees Celsius. then the increase in volume when this amount of water convert to ice equal الزيادة في الفوليوم، يعني هو مش عايز الفوليوم الجديد، هو عايز الفوليوم زاد قد ايه، يعني الفوليوم الجديد ماينس الفوليوم القديم او الفوليوم بتاع الايس ماينس الفوليوم بتاع الووتر. طب ما تيجي الاول نجيب الفوليوم بتاع الايس. طيب انا عارف ان الفوليوم equals mass over density، كده كده نفس كمية المية اللي اتجمدت، يعني الماس بتاعتي constant. يبقى دلوقتي عندي الريشيو ما بين الفوليوم والدنستي، الريشيو دي طبعا inverse relation، يبقى فوليوم ايس divided فوليوم ووتر المفروض يساوي الدنستي بتاعت الووتر divided الدنستي بتاعت الايس، عشان زي ما اتفقنا هي inverse relation. يبقى الفوليوم اللي انا عايزه ديفايدد الفوليوم الاولاني بتاع الووتر اللي هو 1
equals الدنستي بتاعت الووتر اللي هي 10 باور 3 divided الدنستي بتاعت الايس، قلنا inverse relation 917. اقدر احسبها على الكالكوليتور شيفت سولف واحسب الفوليوم الجديد بتاع الايس بتاعي. يبقى عندي فعلا الفوليوم اللي انا عايز احسبه x divided الفوليوم بتاع الووتر ب 1 كيوبيك متر، الفا بت equal 10 باور 3 دي الدنسيتي بتاعت الووتر، و 917 الدنسيتي بتاعت الايس. فقدرت فعلا احسب الدنسيتي بتاعت الايس اللي هي طلعت عندي، او الفوليوم الجديد بتاع الايس اللي هو طلع عندي 1.09. ده كده كيوبيك متر. بس هو زي ما اتفقنا هو عايز تشينج ان فوليوم، يبقى الفوليوم الجديد بتاع الايس 1.09 ماينس الفوليوم القديم بتاع الووتر اللي هو 1، فتطلع عندي 0.09 كيوبيك متر اللي هي الإجابة عندي نمبر دي. تعال نشوف البروبلمز اللي كانت في البيج اللي بعديها. بروبلم نمبر 1 بيقول لي calculate the density of iron او بول اوف ايرون. طبعا بول اللي هي السفير اللي هي الفوليوم بتاعها زي ما قلنا في الاول 4 over 3 باي ار باور 3. الراديوس بتاعي 1 سنتيمتر ومديني الماس 33.5 جرام. خلاص احنا ممكن نحسب بالجرام والكيوبيك سنتيمتر، ولو عايز احولها في الاخر ابقى احولها لكيلو جرام بالكيوبيك متر. يبقى زي ما احنا عارفين ان الدنسيتي ايكوالز ماس اوفر فوليوم، واتفقنا ان طالما بول او سفير يبقى الفوليوم بتاعي 4 over 3 باي ار باور 3. يبقى مديني الماس بتاعتي ب 33.5، وقلنا 4 over 3 باي الراديوس بتاعي 1 سنتيمتر يعني 1 all باور 3 اللي هي ب 1 على طول. فاحسبها فعلا على الكالكوليتور 33.5 divided 4 over 3 باي طبعا times 1. بس ال 1 برضو مش لازم ان احنا نكتبها على الكالكوليتور، فهتطلع معايا 7.997 طبعا جرام بالكيوبيك سنتيمتر. وزي ما اتفقنا لو عايز احولها لكيلو جرام بالكيوبيك متر اعملها تايمز 10 باور 3 او 1000 يعني 7997 كيلو جرام بالكيوبيك متر. تعال نشوف مع بعض البروبلم اللي بعد كده. بروبلم نمبر 2 بيقول لي calculate the density and relative density of kerosene، ومديني الماس بتاعتي 50 جرام والفوليوم 60.9 كيوبيك سنتيمتر. يبقى على طول الدنسيتي equals mass over volume، يعني 50 divided 60.9. يبقى انا كده جبت فعلا الدنسيتي بتاعتي. بس خلي بالي من اليونتس عندي ان احنا شغالين بجرام وكيوبيك سنتيمتر، يبقى هتطلع معايا 0.825 طبعا جرام بير كيوبيك سنتيمتر. وعشان اجيب الريلاتيف دنسيتي اتفقنا ان الريلاتيف دنسيتي الدنسيتي بتاعت السبستانس اللي هو الكيروسين ديفايدد الدنسيتي بتاعت الووتر. وبما اننا شغالين جرام بير كيوبيك سنتيمتر يعني الدنسيتي بتاعت الووتر هنا هتبقى 1 طبعا على طول. يبقى هتطلع نفس الرقم 0.825، وقلنا ملهاش measuring unit. يبقى احنا فعلا كده قدرنا ان احنا نحسب الدنسيتي والريلاتيف دنسيتي بتاعت الماتيريال اللي عندي اللي هي الكيروسين. في بروبلم نمبر 4 بيقول لي calculate the radius of capillary tube which length is 140 divided 44 سنتيمتر، يعني مديني اللينس بتاعها. طبعا الكابيلاري تيوب دي خدتوها في الكيمستري او هتاخدوها وهناخدها برضو في الفيزيكس. هي شبه التست تيوب عادي بس بتبقى كابيلاري، يعني زي البلاد كابيلاري كده، حاجات رفيعة جدا او قد الشعرة. فدي ليها استخدامات معينة عندنا في الكيمستري وعندنا برضو في الفيزيكس في الساينس عموما. بس خلينا نقول ان هي شبه تيست تيوب. هي على شكل سلندر، يعني بتكون على شكل دائري وليها هايت، يعني الفوليوم بتاعها المفروض ان هو الفوليوم بتاع السلندر اللي هو باي ار سكوير تايمز اتش. طبعا هو مديني اللينس بتاعها اللي هو يعتبر الهايت بالنسبة لي. فبيقول لي and an empty mass of 10 grams، الماس بتاعتها وهي فاضية كانت 10 grams and a mass 10.34 جرام when filled with mercury. لما حطيت فيها mercury بقت 10.34
34 جرام. يعني اقدر كده احسب الماس بتاعت الميركوري بتاعتي اللي هي الماس بتاعت الانبوبة وهي فيها الميركوري 10.34 جرام ماينس الأنبوبة لوحدها اللي هي 10 جرامز. يعني كده الميركوري الماس بتاعته 0.34 جرامز. فبيقول لي if you know that the density of mercury is 13,600 كيلو جرام بير كيوبيك متر. طبعا بما اننا شغالين احجام صغيرة ومقاسات صغيرة فخلينا الافضل ان احنا نحول الدنستي بتاعة الميركوري من كيلو جرام بير كيوبيك متر لجرام بير كيوبيك سنتيمتر، وقلنا بنعملها divided 1000 يعني اللي هي طلعت ب 13.6 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. يبقى انا كده معايا الدنستي ومعايا الماس ومعايا كمان اللينس اللي هو الهايت، فاقدر احسب الراديوس بتاعي. انا عارف ان الدنستي ايكوالز ماس اوفر فوليوم، وزي ما اتفقنا الفوليوم هنخليه باي ار سكوير تايمز هايت. يبقى انا الدنستي بتاعتي 13.6 equals الماس بتاعتي 0.34، وادي الباي بتاعتي. الار انا عايزها، الهايت اتفقنا ان هو 140 divided 44، واعملها برضو شيفت سولف على الكالكوليتور واطلع الراديوس بتاع السلندر بتاعتي او بتاع التيوب. وزي ما اتفقنا التيوب دي بتبقى قد الشعرة فهتلاقي الراديوس بتاعها صغير جدا. يبقى 13.6 equals 0.34 الماس بتاعت الميركوري اللي موجود في الأنبوبة، وادي الباي تايمز، وادي الراديوس هنسميه اكس باور 2 تايمز اللينس او الهايت بتاعي 140 divided 44. يبقى انا كده حسبت الاكس او الراديوس بتاعي. بص ده طلع معايا بالسنتيمتر 0.05 سنتيمتر، ففعلا بتبقى دقيقة جدا او رفيعة جدا، ان قلنا هي اسمها كابيلاري او على شكل ايه قد الشعرة. تعال نشوف البروبلم اللي بعد كده. بروبلم نمبر 7 بيقول لي a vessel of water أو filled with water of 200 kilogram when أو the water was replaced with oil so the oil was 160 kilogram. الكوباية كان فيها مية، المية كانت الماس بتاعتها حوالي 200 كيلو جرام. بعدين أنا فضيت الكوباية ومليتها هي الكوباية بس مليتها أويل. الأويل الماس بتاعته كانت 160 كيلو جرام. نفس الكوباية فضيتها من المية ومليتها اويل، يبقى انا عندي كده الفوليوم بتاع الكوباية كونستانت او الفوليوم بتاعي ثابت. يبقى الريليشن كده ما بين الماس والدنستي. فبيقول لي so its mass was when then the oil was replaced with mercury. برضو فضيت الاويل وحطيت مكانه ميركوري في نفس الكوباية يعني نفس الميركوري، فبقت الماس بتاعت الميركوري اللي ملى الكوباية 270 كيلو جرامز. Find the relative density of each of oil and mercury. احنا اتفقنا ان الريلاتيف density في الاول ليه قانونين، يا اما الدنستي of substance divided الدنستي بتاعت الووتر، او mass of certain volume الماس بتاع فوليوم معين من السبستانس divided the mass of the same volume of water يعني الماس بتاع نفس الفوليوم بتاع الووتر. يعني طالما نفس الكوباية ونفس الفوليوم فممكن اخد الماس بتاعتهم على طول. يبقى الريلاتيف دنسيتي كده بتاعت الاويل equals الماس بتاعت الاويل divided الماس بتاعت الووتر. الاويل 160 الووتر 200 فهتطلع 0.8 الريلاتيف دنسيتي بتاعت الاويل. وزي ما اتفقنا ملهاش يونت. نفس الكلام بالنسبة للميركوري. الماس بتاعت الميركوري اللي مالت الكوباية طلعت 2720 divided الووتر اللي هي 200، فهتطلع فعلا الريلاتيف density بتاعت الاويل يبقى 2720 divided 200 هتطلع زي ما احنا شفناها في البروبلم اللي قبلها ب 13.6 الريلاتيف density بتاعت الميركوري. تعال نشوف البروبلم اللي بعديها. بيقول لي a cube with length side length 20 سنتيمتر الماس بتاعته 76.8 جرام كيلو جرام. calculate the density of the cube and its relative density ومديني الدنستي بتاع الووتر 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر. طبعا
اللينس هنا هحوله للمتر، هيطلع معايا 0.2 divided 100 أو times 10 باور نيجاتيف 2. وزي ما أنا عارف الكيوب الفوليوم بتاعه قلنا في الأول لينس باور 3، يبقى الدنستي بتاعتي ماس أوفر فوليوم أو ماس أوفر لينس باور 3. تعال نشوف الماس بتاعتي كانت 76.8، اللينس بتاعي كان 0.2 طبعا باور 3، يبقى 76.8 وتحت قلنا 0.2 all power 3، فطلعت عندي ب 9600. طبعا اليونتس بتاعتنا زي ما هي كيلو جرام بالكيوبيك متر. ولو عايز اجيب الريلاتيف دينستي هعملها ديفايد الدينستي بتاعت الووتر اللي هي 1000، فهي طلعت معايا ب 9.6. وزي ما اتفقنا ان هي ايه ملهاش measuring unit، يبقى هنعملها في الآخر divided 1000 فهتدينا فعلا 9.6. طبعا المسائل بتاعت الميكتشر اتفقنا إن هي مش عندنا السنة دي. طيب تعال نشوف البيج اللي بعديها. problem number 1 بيقول لي an empty container of mass 10 kilograms. الكونتينر وهو فاضي كانت الماس بتاعته 10 kilograms. when it's filled with أو completely filled with water its mass 17 كيلوغرام. لما مليته مية الماس أصبحت 17 كيلوغرام. يبقى كده الماس بتاعت الووتر طبعا 17 minus 10 يعني 7 كيلوغرام الووتر اللي هتملى الكوباية. بعدين the mass of container with the liquid لما حطيت فيه ليكويد تاني أصبحت الماس بتاعته ب 20 كيلو جرامز. يبقى الماس بتاعت الليكويد نفس الكلام 20 ماينس 10 يعني 10 كيلو جرام. فبيقول لي عايز الريلاتيف دينستي بتاعت الليكويد. احنا لسه قايلين لو عايز الريلاتيف دينستي نفس الكونتينر يعني نفس الفوليوم كونستانت يبقى اللي على طول هقول الماس بتاعت الليكويد ديفايدد الماس بتاعت الووتر. الليكويد طلع معانا ب 10، الووتر ب 7، او ما اعملها على الكالكوليتر على طول 10 ديفايدد 7 هتطلع معايا ب 1.443 approximately طبعا اللي هي الإجابة نمبر دي آخر إجابة عندي. السؤال اللي بعديه كنا حلينا واحد زيه في الأول خالص. بيقول لي in the figure there are two cubes. موجود عندي اتنين cubes of different materials، الاتنين materials مختلفين with the same mass بس الماس بتاعتهم هي the relationship between the density of each of them. عايز relation ما بين الاتنين واخد بالي في كل الاختيارات وحاطط الار واي في سايد لوحده وحاطط الار او الرو اكس بتاعتي الناحية التانية. طيب احنا اتفقنا ان الدنسيتي equals mass over volume. هو قال لي الاتنين have the same mass، الاتنين عندهم نفس الماس بتاعتي. يبقى كده الريليشن شيب ما بين الدنسيتي والفوليوم بتاعت السبستانس بتاعتي. يعني لو عايز density y divided density x يبقى هشقلب الفوليوم فوليوم x divided فوليوم y. تعال نشوف الفوليوم هم عندي الاتنين كيوبس يبقى الفوليوم L باور 3 أو length باور 3 length times length times length يعني L times L times L. وتحت الواي بتاعتي اللي هي على اليمين طبعا الاكس هو اللي 2L يبقى 2L و 2L و 2L والواي بتاعتي هي اللي L يبقى L تايمز L تايمز L. ال L هيروح مع ال L كله هيبقى عندي 2 تايمز 2 تايمز 2 يبقى 8 over 1. ده كده طلع عندي density y divided density x. وزي ما احنا قلنا عايزين ال density y لوحده هعمل cross multiplication يبقى ال density y كده equals 8 density x. هي آخر إجابة عندي نمبر دي. يبقى أنا فعلا كده قدرت أجيب ريليشن شيب ما بين الدنستي بتاعت الواي والدنستي بتاعت الاكس. بروبلم نمبر 3 بيقول لي 3 identical copper tubes، 3 copper placed inside 3 different liquids. يعني ده كبر محطوط على الليكويد في الكوباية الأولى ونفس الكلام في التانية ونفس الكلام في التالتة. فبيقول لي عايز when calculating the density of each liquid. طبعا لو الكبر الدنسيتي بتاعته أكبر من الدنسيتي بتاعت الليكويد هيعمل سينك، إنما لو الدنسيتي بتاعته أقل من الدنسيتي بتاعت الليكويد هيعمل فلوت. لو قريب من الدنسيتي بتاعت الليكويد هنشوفه بين البنين زي الشكل نمبر 1. يبقى خلاص عرفت إن 1 هو كده الليكويد ده
تقريبا بيساوي الدنستي بتاعت الكبر. طب بالنسبة ل 1 ل 3 و 2، انا شايف ان الليكويد نمبر 2 قدر يرفع الكبر لفوق، يبقى الدنستي بتاعته هو اللي اعلى من الكبر. انما نمبر 3 كبر نزل خالص، يبقى الدنستي بتاعت الكبر هي اللي اعلى من الليكويد. فخلاص بان ان نمبر 3 هو اقل ليكويد في الدنستي، نمبر 2 هو اكبر واحد، ونمبر 1 هو اللي في النص ما بين الاتنين. عشان كده فعلا هختار اخر اجابة نمبر دي. العلامة بتاعت الكبير والصغير greater than أو less than تفتح بقها ناحية الكبير عشان الناس اللي لسه بتتلخبط وإحنا في تانية ثانوي. يبقى عشان كده فعلا اخترنا آخر إجابة row 2 greater than row 1 greater than row 3. سؤال نمبر 4 بيقول لي the graph shows block في طوبة في الرسمة اللي قدامي الدنستي بتاعتها 2.5 جرام بالكيوبيك سنتيمتر، عايز الماس بتاعتها بالجرام، واليونتس عندي في الرسمة كلها سنتيمتر. خلاص يبقى الماس على طول بيساوي density times الفوليوم. الدنستي 2.5، الفوليوم بتاعي اللي هو length by width by height 2 times 2 times 10. هعملها على الكالكوليتور الاقيها عندي على طول طلعت ب 100. يبقى 2.5 times 2 times 2 times 10، فالاقيها فعلا طلعت عندي على طول 100 جرام، اللي هي الإجابة الأخيرة عندي نمبر دي. اقلب معايا الصفحة وتعالى نشوف البروبلم اللي بعديها. بيقول لي the graph x اللي هو الجراف اللي على اليمين shows the relationship between the mass of liquid and the volume at room temperature. يعني مديني relation ما بين الماس والفوليوم، يعني السلوب دوت كده المفروض يديني الدنستي. يبقى الدنستي عندي ماس بالكيلوجرام وفوليوم كيوبيك متر. زي ما اتفقنا الأخير ماينس الأولاني، عايز تاخد 10 minus 5 divided 2 minus 1 ماشي، 5 minus 0 divided 1 minus 0 ماشي، 10 minus 0 divided 2 minus 0 برضو ماشي. في كل الحالات هي هتطلع معايا 5 كيلو جرام بالكيوبيك متر. طيب تعال نشوف بيقول لي وجراف تاني اللي هو y the correct graph in the graph y is in the graph y. عايز الرسمة الصح من الجراف y لو حصل اللي هي بتوصف لي relationship between the density of the liquid and its volume at room temperature is presented by. ساعتها هتكون كام؟ احنا طلعنا ان الدنستي هتطلع معايا ب 5، وبعدين قال لي at the room temperature، يبقى هو كده مثبت درجة الحرارة، وطالما ثبت درجة الحرارة خلاص يبقى كده الدنستي بتاعت الليكويد هتفضل ثابتة معايا عند كام؟ عند 5 زي ما انا شايف. يبقى مين الدنستي اللي ثابتة عند الفايف زي ما انا شايف؟ هبص هنا الاقيها فعلا نمبر ايه، يبقى كده هي دي اختار لها نمبر ايه. يبقى خلاص اخترت من الاختيارات اللي تحت جراف ايه. طب تعالى نشوف السؤال التاني اللي كاتبه. بيقول لي when the temperature of the liquid is raised، لما اعلي درجة الحرارة بتاعة الليكويد المفروض ان هي الدنسيتي بتاعتها هتقل عن الفايف. بس استنى، هي مش هتفضل تقل. هي لو هتفضل تقل وانا هفضل اسخن يبقى كنت هختار سي، لان هو اللي بيقل اهو من الفايف صح كده. بس هو قال لي and then stabilize the temperature، ثبت درجة الحرارة greater than the room temperature، يعني ثبتها عند درجة اعلى من ايه؟ من درجة حرارة الغرفة بتاعتي. يبقى أنا كده الدنستي هتقل بس ستابلايزد، يعني هثبتها بعد كده عند الدنستي القليلة أو عند درجة الحرارة العالية. يبقى مين الدنستي اللي أقل من الفايف وثابتة برضو؟ اللي هي جراف نمبر دي straight line parallel to the x axis أو parallel للفوليوم axis. فبيقول لي مين بقى الجراف اللي بيوصف الريليشن بعد كده؟ يبقى أنا فعلا هختار كده الجراف نمبر دي هو اللي هيوصف الريليشن شيب في الحالة دي. تعال نشوف البروبلم اللي بعدها نمبر 6. بيقول لي the graph that represents the relationship between the density of different أو number of different material when the volume is constant. يعني أنا ثبت الفوليوم وخدت ريليشن ما بين الماس والدنستي. يبقى طبعا في الحالة دي السلوب بيساوي y axis اللي هو الماس divided ال x axis اللي هو الدنستي، يعني السلوب دوت المفروض يطلع الفوليوم بتاعي. فبيقول لي uh, represents which of the following graph represents the volume
of one of these materials. يعني المفروض بقى مين من الرسومات اللي تحت اللي هم الكيوب والكيوبويد والسلندر والكيوبويد الأخير اللي هيديني نفس القراية اللي موجودة على الجراف. تعال نطلع السلوب وبعدين نشوف مين الفوليوم بتاعه يديني نفس الفوليوم اللي في السلوب. السلوب عندي هنا بادئ من 24 لحد 96، يعني كده 96 minus 24. وطبعا لو كملته هيوصل للزيرو، بس خلينا ناخد زي ما هو مدينا بالظبط عشان برضو ايه ما نروحش بعيد. يبقى الناحية التانية الاكس اكسس 12 minus 3، اعملها على الكالكوليتور عندي واشوف المفروض الفوليوم بتاعي يطلع بكام. تعالى نحسبها مع بعض. يبقى انا عندي الواي اكسس كان 96 minus 24، وتحت الاكس اكسس 12 minus 3 سنتيمتر، طبعا عشان اليونتس جرام وجرام بالكيوبيك سنتيمتر. تعالى بقى نشوف اللي تحت دول الفوليوم بتاعهم. مين اللي يديني الفوليوم اللي هو 8 جرام او 8 كيوبيك سنتيمتر؟ لو بصيت على الكيوب لينث باي لينث باي لينث 2 باي 2 باي 2، فهيطلع على طول هو اول شكل عندي الفوليوم بتاعه فعلا ب 8 كيوبيك سنتيمتر. اللي بعديه الدايمنشنز بتاعته ما تدينيش 8 ولا اللي بعديه ولا اللي بعديه، عشان كده فعلا اخترنا نمبر A. تعال نشوف السؤال اللي بعده نمبر 7. بيقول لي suppose that the volume of substance doubles. يعني انا هخلي الفوليوم بدل ما هو فوليوم 1 كان اسمه V، لا الفوليوم 2 هخليه 2V، هيبقى الدبل. فبيقول لي while keeping the both mass and temperature constant. يعني المفروض الماس بتاعت السبستانس هتفضل زي ما هي، والتمبريتشر كمان بتاعتي هتبقى كونستانت، يعني مش هي اللي هتأثر عندي. الدنستي بتاعت السبستانس بتاعتي هيحصل لها ايه؟ طبعا الدنستي المفروض equals mass over volume، يعني دايركت مع الماس وانفرس مع الفوليوم. الماس بتاعتي كونستانت، يبقى على طول انفرس مع الفوليوم. الفوليوم يزيد الدبل يبقى الدنسيتي decreases to half، يبقى هتقل على طول لايه؟ للنص بتاعها. السؤال اللي بعديها بيقول لي a balloon filled with helium gas، مليته هيليوم was left free لما سبته began to rise upward، ابتدى يطلع لفوق. which of the following choices represents the explanation of the helium balloon rising upwards؟ ايه اللي يفسر ان هو طلع فوق؟ طبعا احنا عارفين من واحنا في اعدادي ان الدنستي بتاعت الهيليوم less than density of air، عشان كده بالونات الهيليوم تقدر ان هي تطلع لفوق. يبقى اكيد من اول اجابة على طول density of helium less than the density of air. السؤال اللي بعده نمبر 9 بيقول لي the masses and volume of four bodies are measured and the results are plotted on the graph shown. خدت relation ما بين الماس بالكيلوجرام والفوليوم بالكيوبيك متر، طبعا زي ما انا واخد بالي times 10 باور نيجاتيف 3. فبيقول لي لأربع أجسام A و B و C و D which two bodies have the same material. مين المادتين اللي مصنوعين من نفس النوع؟ طالما مصنوعين من نفس النوع يبقى ليهم نفس الدنستي. طبعا لو خدت بالي السلوب هنا equals y axis اللي هو الماس، الاكس axis اللي هو الفوليوم، يعني السلوب ده هو الدنستي. فانا هحسب السلوب بتاع الاي والبي والسي والدي واشوف مين فيهم ليهم نفس السلوب. تعال نحسبهم باعتبار ان كلهم بادئين من الزيرو لغاية النقطة اللي هو حاططها. يبقى السلوب بتاع A عندي 0.4 divided 0.5، فهتطلع 0.8. تعالى نفس الكلام نشوف البي. هلاقي البي عندي طلع ب 1.2 divided 0.5، يعني هتطلع ب 2.4. نفس الكلام عندي بالنسبة لنمبر سي. السي عندي لو بصيت هو 1، والناحية التانية برضو 1، يعني 1 divided 1 وهيطلع ب 1. نفس الكلام بالنسبة للدي 1.2، الناحية التانية 1.5، فهحسبها برضو على الكالكوليتر هتطلع ب 0.8. فكده أصبح عندي الدي والاي ليهم نفس الدنسي، يبقى الاتنين دول فعلا هما اللي مصنوعين من نفس الماتيريال. عشان كده هنختار الإجابة عندي نمبر دي. تعال نشوف البروبلم اللي بعده. بروبلم نمبر 10.
an iron ball of mass 0.5 kilograms and an iron cube of mass 1000 جرام. يعني معايا كورة مصنوعة من الأيرن الماس بتاعتها هاف كيلو جرام، ومكعب تاني مصنوع برضو من الأيرن بس الماس بتاعته 1000 جرام، أو نقدر نقول عليها 1 كيلو جرام. طالما الاتنين من نفس المادة اللي هي الأيرن يبقى نفس الدنستي. طيب بيقول لي the volume of the ball is قد إيه من الفوليوم بتاع الكيوب. المفروض إن الفوليوم من الدينستي ماس اوفر دينستي. احنا قلنا الاتنين ايرن يعني الاتنين نفس الدينستي، يبقى كده الريليشن ما بين الفوليوم والماس دايركت ريليشن. هو بادئ بالفوليوم بتاعت البول، يبقى فوليوم بول اوفر فوليوم كيوب المفروض تساوي ماس بول اوفر ماس كيوب. هو قايل الماس بتاعت البول هاف الماس بتاعت الكيوب بيساوي 1 كيلو جرام. يبقى كده المفروض الماس بتاعت البول قد الماس بتاعت الكيوب بهاف أو نصها يعني، يبقى هاف الماس بتاعت الكيوب. يبقى كده ما هنختار هاف اللي هي الإجابة نمبر بي، يبقى فعلا الفوليوم بتاع البول نص الفوليوم بتاع الكيوب. أو حد ممكن يقول لي هي دايركت ريليشن على طول فياخدها مباشرة ان هي دايركت ريليشن. تعال نشوف البروبلم اللي بعدها نمبر 11. بيقول لي two balls A و B the mass of ball A is 3 times mass of ball B. يعني انا عندي الماس بتاعت الكرة A قد الماس بتاعت الكرة B 3 مرات، يعني MA المفروض equals 3MB. فتعال نشوف and its radius يعني الراديوس بتاع الكرة A equals to the diameter of ball B. يعني المفروض الراديوس بتاع الكرة A بيساوي الديامتر بتاع الكرة B، واحنا عارفين ان الديامتر دبل الراديوس او قد الراديوس مرتين، يعني 2 times RB. عايز الريشيو ما بين الدنستي بتاعت الكرة A والدنستي بتاعت الكرة B. المفروض الدنستي equals mass over volume، يعني بيساوي الاتنين كورة، يعني المفروض كده ماس اوفر 4 اوفر 3 باي ار باور 3. زي ما احنا عارفين الكونستانت مش بستخدمها في الريشيو، يعني 4 اوفر 3 والباي مش عايزهم في حاجة. يبقى كده الدنستي دايركت مع الماس بس انفرس مع الار باور 3. يعني المفروض density of ball A divided density of ball B. الماس دايركت هتمشي بنفس الترتيب زي ما احنا متعودين MA divided MB، بس الراديوس انفرس فهقلب يبقى الراديوس B باور 3 divided الراديوس A باور 3. تعالى بقى نحط الأرقام. الماس A هشيلها وأحط 3 MB عشان الاتنين يبقوا ماس B وأقدر أطيرهم مع بعض براحتي، والماس B هتنزل ماس B زي ما هي، ففعلا الماس B هتطير مع الماس B. نفس الكلام بالنسبة للراديوس، الراديوس B هينزل زي ما هو راديوس B، إنما الراديوس A هخليه 2 راديوس B عشان هو قال لي الراديوس بيساوي الديامتر. بس ما تنساش وانت بتحطها جوه البراكت كلها باور 3، يعني الراديوس بي او الراديوس بتاعي هنا هيبقى كلها جوه الباور 3 اللي هي 2 راديوس اور باور 3. يبقى كده equals 3 over 1، وبعدين ال 1 او الار باور 3 بتاعت البي هتفضل زي ما هي، يبقى 3 over 1 times radius b باور 3 divided. طبعا الباور 3 هنا بقى هتخش على 2 وتخش على الراديوس هتبقى 8 راديوس بي باور 3. برضو الراديوس بي باور 3 هتطير مع الراديوس باور 3 هيبقى عندي 3 اوفر 8 اللي هي اخر اجابة عندي نمبر دي. يبقى خلي بالي مسائل الريشيو دي عشان مهمة جدا، وزي ما اتفقنا بقى دي مكملة معانا في تالتة ثانوي ان شاء الله في مسائل كتيرة جدا. تعالى نقلب الصفحة ونشوف المسائل اللي بعدها. بيقول لي you have four graphs that represent the relation between the volume of equal masses of different substance. الفوليوم 1 يعني اللي فوق دي بتاع السبستانس اللي هو volume 1 and the volume of the same masses of water.
الفوليوم بتاع نفس الماسس بتاع الووتر اللي هو مسميه فوليوم 2 اللي هو على الاكس اكسس. يبقى الفوليوم بتاع السبستانس على الواي اكسس، الفوليوم بتاع الووتر على الاكس اكسس. يعني السلوب بتاعي دوت المفروض ان هو بيساوي كده فوليوم سبستانس ديفايدد فوليوم ووتر لنفس الماس او الماس بتاعتي ايكوال. ده كده اللي بيساوي السلوب بتاعي. فبيقول لي the substance with the highest relative density. مين السبستانس اللي الريلاتيف density بتاعتها اعلى قيمة؟ احنا عارفين ان الريلاتيف density equals density of substance divided density of water. والمفروض ال density equals mass over volume. احنا عندنا الماس ثابتة، يبقى ال density inverse مع الفوليوم. يعني المفروض بتساوي الريلاتيف density بتساوي الفوليوم بتاع الووتر divided الفوليوم بتاع السبستانس لما يكون ليهم نفس الماس. وده مش الاسلوب، ده عكس الاسلوب اللي موجود عندي. يعني المفروض كان الاسلوب يبقى V2 over V1 عشان اختار اعلى سلوب اقول عليه اعلى ريلاتيف density. بس بما انه فوليوم 1 over فوليوم 2 يبقى انا هختار اقل سلوب هقول عليه اقل density. وزي ما احنا عارفين اقل سلوب بيكون اقل انجل عشان تاني الثيتا ساعتها بتبقى قليلة جدا. عشان كده عندي نمبر 4 هو اقل اسلوب عندي فيديني اعلى ريلاتيف density في الرسمه اللي موجوده قدامي. تعال نشوف البروبلم اللي بعدها. بيقول لي the graph shows the changes in blood density of person under normal observation during 30 days. واحد راح يعمل تحاليل او فحوصات خلال 30 يوم فسجلنا الدنستي بتاعت البلد او الكثافه بتاعت الدم بتاعته which period indicates the person was أو is anemic patient. إمتى كان عنده الأنيميا؟ زي ما اتفقنا إن الدنستي بتاعت البلد أو كثافة الدم between 1040 ل 1060 كيلو جرام بير كيوبيك متر. لو الرقم قل عن ال 1040 يبقى الراجل دوت عنده أنيميا. تعال نشوف أنهي وقت اللي قل فيه عن 1040. زي ما باين قدامي السي بي والسي دي، يبقى فعلا هم دي الفترة اللي كان عنده فيها أنيميا أو كان بيعاني من الأنيميا. البروبلم اللي بعدها نمبر 14 بيقول لي the graph opposite represents the relationship between volume and mass of urine samples for different people لأربع أشخاص. The person who has the largest increase in the percentage of salts. برضو نفس الكلام اتفقنا ان الدنستي بتاعت اليورين او البول المفروض تكون 1020 كيلو جرام بير كيوبيك متر. اعلى من كده يبقى الراجل ده عنده سولتس او ترسبات املاح، المفروض ساعتها ياخد العلاج المناسب. طيب تعال نشوف الريليشن عندي ما بين الفوليوم والماس. بس الفوليوم على الواي اكسس، يعني السلوب دوت المفروض بيساوي فوليوم اوفر ماس. واحنا لسه قايلين اهو ان الدنستي ماس اوفر فوليوم، يعني السلوب ده مش الدنستي، ده الريسيبروكال او عكس الدنستي يبقى 1 اوفر دنستي. نفس الكلام اللي عملناه في البروبلم اللي فوق، انا عايز اعلى دنستي فهختار اقل سلوب. يبقى الراجل نمبر اف دوت الدنستي بتاعت اليورين بتاعته اعلى دنستي، يبقى دوت اكتر واحد عنده سولتس او عنده املاح مترسبة او موجودة في اليورين او البول بتاعه. يبقى هو ده فعلا اكتر شخص مريض فيهم هم الاربعة. عشان كده هنختار الاجابة نمبر سي اللي هو بيرسون نمبر اف. تعال نشوف البروبلم اللي بعدها نمبر 15. بيقول لي sphere and cube. معايا كورة ومعايا كيوب both are solid and made of the same material، يعني الاتنين ليهم نفس الدنستي. if the radius of the sphere equals to the length of the tube، يعني الار بتاعت السفير بيساوي اللينث او ال بتاع الكيوب. بيقول لي then the ratio between the mass of the sphere to the mass of the cube. انا عارف ان الماس equals density times volume. الدنستي constant يبقى كده الماس دايركت على طول مع الفوليوم. انا عايز الماس بتاع السفير divided الماس بتاع الكيوب. السفير انا عارف ان الفوليوم بتاعها 4 over 3 by r باور 3 والكيوب ال باور 3، واحنا لسه قايلين اللينث هو الراديوس، يعني برضه اقدر اقول r باور 3. فالاقي الار باور 3 راحت مع الار باور 3 فبقى لي 4 over 3 باي اللي هي الإجابة عندي نمبر بي. عشان كده فعلا اخترنا نمبر بي. تعال نشوف آخر صفحة عندنا
نمبر 16 بيقول لي 3 glass balls of the same material at the same temperature. طالما the same material مش محتاج اقرا بقى الاختيارات، طالما the same material يبقى نفس الدنستي على طول. فبيقول لي اول اختيار، هل الدنستي بتاعت بول A بيساوي بول 3؟ اه طبعا، طالما نفس الماتيريال يبقى نفس الدنستي على طول، مفيش اي حد الدنستي بتاعته اكتر من التاني. نمبر 17 بيقول لي icebergs float on water surface او surface of water. iceberg اللي هي الجبال الجليدية بتعوم على سطح المية. because when comparing ice and water that formed it، عشان لو قارنت الايس او التلج بتاع الجبال التلجية دي مع المية اللي بتكونه، هلاقي الفوليوم بتاع الايس والماس بتاع الايس. الفوليوم بتاع الايس اكيد الايس الدنسيتي بتاعته اقل، يعني الفوليوم بتاعه اكبر من الفوليوم بتاع الووتر، بس اكيد طالما اتعمل من كمية مية هيكون ليه نفس الماس بتاعتها، يعني الماس هتبقى كونستانت بتساوي الماس بتاعت المية، بس الفوليوم هو اللي هيبقى اكتر من الفوليوم بتاع المية. عشان كده هنختار نمبر A. وده كده كان حل اول هوم ورك معانا من شابتر 4 درس الدينستي. نتمنى يا رب تكونوا استفدتوا كلكم. استنونا ان شاء الله عشان ننزل لكم حل بقية دروس شابتر 4، درس الفلو، فلويد فلو، ودرس كمان الفيسكوستي. كان معاكم مستر محمد كمال الدين، دكتور ساينس.